جه اليوم وانا قاعد في شبرا على القهوه، جماهير الاهلي كلها معديه، محدش بيهزر معايا، كل وشه في الارض. كنت مستني اليوم ده بفارغ الصبر. بشكر طبعا كابتن امام عاشور اللي خلاني اعيش يوم من الايام دي واشوف جمهور النادي الاهلي وهو حاطط راسه في الارض. واكيد في المدرجات مش هيعمل كده، ان جمهور في المدرجات هو اللي بيدار مش بيدير. جمال اوراني هو اللي برافو يا جمال، والله لا انت دمرت النادي الاهلي. كل الاساليب اللي على الفيسبوك بتعملها انت واللجنه الالكترونيه كلها اتهرشت، مفيش جديد، احتمال انت كمان تطير. فجدد من نفسك يا جمال اوراني، يا اوراني جدد من نفسك. انا بشكر الكابتن امام عاشور، ونداء الى مجلس اداره النادي الاهلي، اتعلموا من مجلس اداره نادي الزمالك، اتعلموا ازاي بيتعاملوا مع اللعيبه، اللي بتدفع على الجماهير او اللي بتهين النادي او اللي هي بتدعي ان هي زملكاويه اهلاويه، بيمشوهم على طول بيعرضوهم للبيع. انما انتوا خلاص فات الاوان. راجل في قناه النادي الاهلي قال لك انا زملكاوي، راجل مسك على جمهور النادي الاهلي، راجل عامل مشاكل من ساعه ما جه، وانت مش عارف تاخد قرار ببيعه لان هو اكبر من النادي الاهلي. المفروض النادي الاهلي اكبر من اي لعيبه، بس احنا شايفين الفتره دي اللعيب اكبر من النادي الاهلي، ومبقاش يخافوا من الجماهير عشان الجماهير بتبوت ودار. صعبان على اللي بيحصل، مرة كهربا ومرة إمام عاشور، ويلاقيها منين ولا منين الكابتن محمد رمضان. حاجات كتير جدا بيتعرض لها، لا الكابتن محمد رمضان أرقى من كده بكتير، وصعبان عليا اللي بيحصل في الفترة الأخيرة دي حاجة. لكن أنا كمان عايز أقول بالنسبة لموضوع إمام عاشور، مش هتكلم عن البيان الهزيل اللي نزله إمام عاشور، اللي معروف إن مش خطه ومش أسلوبه ومش طريقته، كلنا عارفينه وواضح جدا. مش هتكلم وأقول جمهور الأهلي مصدق أو مش مصدق، مش موضوعي. جمهور الأهلي عايز يصدق، مش عايز يصدق إمام، عايز يصدق إن إمام أحسن لاعب في الدنيا، عايز يصدق إن إمام اخلاق عاليه وامام احسن واحد في الدنيا. ما عنديش مشكله في ده خالص، ما عنديش مشكله في ان كهربا وحش او كهربا حلو، ما عنديش مشكله في لعيبه الاهلي كويسين او وحشين، ما عنديش مشكله في الكلام اللي كان دايما يردده الكابتن عادل القيعي او الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي، ومع هذا بنشوفه بيحصل. ما عنديش مشكله في ان ما حدش بيسب النادي الاهلي وحاجه وبيحصل سباب والعمليه بتتدارع، بتحصل حاجات كتير جدا جدا. لكن عايز اقول ان ده معظم اللعيبه بتعمل كده، مش كهربا بس، مش رمضان، مش امام عاشور فقط اللي بيعملوا كده، لعيبه كتير 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 بتعمل الافعال دي. انا اتمنى ان نشوف في الفتره الجايه لعيبه كوره متزنين اخلاقيا، زي ما بيقولوا الاخلاق قبل الاداء. الاخلاق قبل الاداء ده اللي احنا عايزين نشوفه. مش بتكلم على امام، مش بتكلم على كهربا، مش بتكلم على كل اللعيبه دي، انا بتكلم بشكل عام. الاخلاق قبل الاداء، لازم لعيبه الكوره في مصر تبقى فاهمه ده كويس، ان الاخلاق قبل الاداء. محمد رمضان كلنا بنتكلم عن اخلاقه رغم انه كان اداؤه عالي، بس بنتكلم عن اخلاقه. كابتن محمود الخطيب نفسه رئيس النادي الاهلي، الناس بتتكلم عن اخلاقه قبل ادائه رغم انه اداؤه كان عالي جدا. برضه كابتن حسن شحاته الاسطوره الكبيره دي، الناس كلها بتتكلم عن اخلاقه قبل ادائه. فبالتالي الاخلاق، اللاعب الاخلاق هو اللي عاش في الملاعب. الناس بتتكلم على عبد الله السعيد، كله بيرفع له القبعه. عبد الله السعيد استحاله انك تسمع عنه